ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى هنعمل كيكه خرافه، مقاديرها موجوده في كل بيت وسهله وبسيطه وبكوبايتين دقيق بس. يلا يا قمر ادعميني باللايك وكومنت حلو زيك وشير كتير عشان الكل يستفاد والفيديو يوصل لناس اكتر. في اقل من 5 دقايق هتكوني عامله احلى كيكه تنفعك لو حد جالك على غفله، ولو عايزه تشربي كوبايه شاي حلوه كده معاها الكيكه، حاجه كده عظمه. بصوا عامله ازاي، اسفنجيه وهشه تحفه ما شاء الله. معايا هنا كده في الخلاط هنحط بيضتين، عليهم كوبايه سكر، وعليهم كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع زيت، وعليهم رشة فانيليا ومعلقة خل، بس كده. وهنضرب الكلام الجميل ده كله كده في الخلاط لحد ما يدينا كده قوام كريمي ولونه فاتح جدا ما شاء الله. اهم حاجة لازم الخليط ده يتضرب كويس جدا عشان نحصل على نتيجة كويسة. وبعد كده هيكون معانا بولة هنحط فيها كوبايتين دقيق منخولين كويس، وعليهم باكت بيكنج باودر ورشة ملح. ويا ريت تنخلي الدقيق مرتين عشان لو نخلتي الدقيق مرتين الكيكة بتبقى هشة اكتر وبتعلى اكتر. هتكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 180، هي ما بتاخدش معانا 25 دقيقة في الفرن. واحنا بنختبرها كده بالشوكة او بالخلة، لو الشوكة او الخلة طلعت فاضية فكده خلاص تمام الكيكة استوت. هنزل بقى الخليط بتاعنا الجميل ده اللي احنا ضربناه في الخلاط على المكونات الجافة بتاعتنا، وهقلب في اتجاه واحد بالراحة. هو باين ان انا سريعة بس هو انا عشان مسرعة الفيديو، انما انتي قلبي بالراحة هتطلع معاكي ان شاء الله احلى كيكة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بعد كده هكون مجهزة صينية بقى، اي صينية عندك، بس انا كده هعمل في اصغر صينية عندي عشان دول كوبايتين دقيق بس. هدهنها كده دهنة بالزيت وهفرشها كده فيها، وبعد كده هرش عليها رشة دقيق عشان خاطر الكيكة بتاعتنا ما تلزقش. وبعدين هنزل بقى بالخليط بتاعنا. بصوا كده هنرش كده بالدقيق وبعدين هنفرد الدقيق كده في قلب الصينية، وبعدين هننزل بالخليط بتاعنا بقى. طبعا الفرن بتاعنا سخن عشان احنا مولعينه من قبل ما نشتغل في الكيكة. هنسوي بقى اطراف الكيكة ونسويها كده في قلب الصينية. لو معاكي صينية ألمونيا ممكن عادي تخبطيها على الرخامة، انما طبعا اوعي تخبطي الصينية الازاز. يعني حاولي بقدر الامكان كده ان انتي تخبطي بالراحة. وهنا كده كانت طلعت معايا الصينية من الفرن. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا تحفة ولونها تحفة، وعايزة اقول لكم ان طعمها خطير. يا ريت لو عجبكم الفيديو تقولي لي رأيكم في التعليقات، ولو اول مرة تشوفوني يا ريت تقولوا لي بتتابعوني منين عشان حقيقي انا بتشرف بيكم. ايه رأيكم بقى؟ بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.